اتفضل. أنا إيهاب السويسي، أحد متهمين رئاسة الوزراء. متهم رقم 126. احنا النهارده كنا في أكاديمية مبارك، الشرطة العسكرية، أكاديمية الشرطة. احنا أول حاجة احنا فخورين جدا احنا دخلنا القاعة اللي كان بيتحكم فيها حسني مبارك، بس احنا داخلين بحاجة احنا نفتخر بيها. هو كان داخل القاعة دي بحاجة اي حد يخدم من نفسه فيها، لانه خان شعب في حاله، لكن احنا كنا بنجيب حق الشعب كامل. لكن اللي صار جنوننا او جنون الناس اللي كانت معايا في الاتهامات اللي كانت موجوده معانا، حرق المتحف المصري، دوت وصول لوزاره الداخليه، وصول ودخول دخول رئاسة الوزراء، وحرق عربية ملاكي، حرق عربية ملاكي. دوت وزارة الدفاع المدني متهمانا بحرق وخطف عربية مطافي، وكذلك الأسعاف. اتهامات احنا مش عارفين ايه بالظبط. ثواني، هم متهمينكم بحرق المتحف المصري؟ احداث مجلس الوزراء؟ هو متحف مصر اتحرق اصلا السنه اللي فاتت؟ ما مش ده سؤال احنا قالوا لاي حد ممكن يتكلم. انت بتكذب الحكومه يعني؟ لا والله احنا مش بنكذب الحكومه، احنا بنكذب نفسنا احنا. طيب وان انتوا حرقتوا وزاره الداخليه؟ احنا لا، ومبروك وصلنا وزاره الداخليه وتحميل وزاره الداخليه وحاجات كتير جدا يعني. تمام. النيابه النهارده كلمتكم من كام اتهام؟ من كترهم، يعني الراجل قعد يقول لي في الاتهامات ساعه الا ربع. ساعه الا ربع كانت في اتهامات، تخيل ساعه الا ربع واحد بيقول اتهامات ساعه الا ربع. انا من كترهم ما عدتش عندهم. طيب والتعويضات طلبوا منكم قد ايه تعويضات؟ لا انا في تعويضات للناس اللي جايه بالحكومه، يعني تعويضات هايله جامده. بس انا اللي بجد اللي انا حزنني ان المحامين بتوع الحكومه قالوا كلمتين احنا عاوزين تعويضات وعاوزين من المتهمين دول، وحبسوهم ما كملوش 5 دقايق في القاعه. خدوا بعضيهم ولموا بعضيهم وجريوا. انا مش متخيل محامي قعد 4 سنين ولا 5 سنين في كليه الحقوق حلف ان هو يجيب حق المظلوم او يقف قدام القاضي، يسمح لنفسه او يسمح لده ان هو يقعد 5 دقايق يقول كلمتين ويجري من قاعه. مش متخيلها. انا متخيلها. طب ايه اطرف حاجه حصلت النهارده من الناس اطرف حاجه النهارده بجد؟ اولا حاجه مبسوطه جدا ان انا شفت رجاله بقالي فتره كبيره من يوم ما خرجت من على ذمه القضيه. شفت رجاله سواء البنات او اولاد المتهمين معانا وقفوا في وسط القاعه، اتكلموا وما خافوش ان هم يرجعوا للحبس تاني. شتموا الاخوان، شتموا المجلس العسكري، قالوا لو القضاء ما جابش حقنا احنا هنعرف نجيب حقنا. لما ودخول ال 19 واحد اللي لسه محبوسين جوه الحجز، دخولهم القاعه، احنا كل القاعه وقفت لهم، سقفت لهم. لقينا بعضنا بنحن الايام 18 يوم. ده احسن موقف جدا جدا قابلناه النهارده في القاعه. الشاب اللي طلع فوق القفص، الشاب فيه 2 طلعوا فوق القفص. واحد قدم ورق من كتر خلقته من كتر زعقه، قدم اعتراف رسمي، وكتر خلقته من الاخوان قدم اعتراف رسمي ان هو هيقتل محمد مرسي. ده اكتر حاجه بجد خلتنا يعني هقول له ايه؟ القضاء عمل ايه؟ ايه؟ القضاء عمل ايه؟ هل له ورق؟ ضيفها هو اصر ان الورق تضاف للدوسي بتاعه. الشاب ده اضاف ان هو اصر ان هو الورقه دي تضاف للدوسيه القضيه بتاعه. الشاب الثاني طيب؟ الشاب الثاني من كتر زهقه بجد، من كتر ان هو اتخنق من الوضع اللي هو فيه، طلع قال انا عاوز القاضي ان انت تنقل المحاكمات لوسط البلد. اللي بجد زهقنا ان احنا كل شويه في محكمه. هو بيجي من ايه اصلا؟ بيجي من 6 لا بجد النهارده كانت بجد سواء من القاضي سواء من المتهمين سواء بجد من القاعه كلها. يعني هم مش ما بيرضوش يدخلوا اهل المتهمين، بيجيبوا عساكر يلبسوهم ملكي وقعدوهم في القاعه
ويوصلوا للفيديو او يوصلوا تلفزيون ان هم بيدخلوا اهل المحبوسين، واهل المحبوسين بره قاعدين في الشمس بيتضربوا من الداخليه. بجد انا النهارده كان اسعد يوم. هو دخول القاعه دي اللي كان نفسي ادخلها عشان اقف في مكان حسن مبارك واشوف شعوره ايه. هو شعوره منخفض بس انا شعوره فخور بيه. تاني حاجه فخور بجد ان انا عرفت رجاله بنات اللي كانوا معايا في قضيه او الشباب. بجد الوقت الصعب بيطلع رجاله، والشعب المصري ده كله مالي رجاله. طب انت موافق على نشر الفيديو ده على صفحة فخور انا النصري؟ فخور النصري اول حاجه انا اوافي بسبب حاجه واحده، النصري دي بتفكرني بجمال عبد الناصر. شكرا لك.